اللهم إني رضيت بكل ما كتبته لي، فاجبر خاطري واجعل القادم في حياتي كله خير، وبشرني بما يسرني وابعد عني ما يضرني وما يحزنني وما يسرق النوم من عيني يا رب العالمين. يا رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري. يا صباح السعادة والهنا والسرور، صباحكم فل، صباحكم مليان بالبركة والخير إن شاء الله. طبعا أنا بتأخر عليكم كتير قوي في الفيديوهات، سامحوني، بس والله غصب عني بيبقى ظروف كده، ما ببقاش أنا عايزة ببقى أنزلكوا الروتين اللي هو يشجعكم، مش الروتين المكرر اللي يفضل كل يوم اعمل لكم الحاجة اللي هي بتبقى مكررة علينا كلنا. فانا بحاول ان انا اغير شوية. النهاردة كده بقى هعمل فطار بسيط كده ليا. طبعا النهاردة هعمل غدوة حلوة كده. فانا قلت ايه، غدوة حلوة، مش هطبخ يعني، مش هعمل اكل يعني طبيخ لا. ف... فانا هعمل اكل كده النهارده ان شاء الله سريع. فانا قلت انه اول ما بصحى من النوم بصراحه ما برضاش افطر خالص، وبشرب نسكافيه بلاك كده، فبيبقى بيتعبني قوي. فطبعا فقلت النهارده بقى اشجع نفسي واعمل بقى الطبق الجميل دوت، طبق جبنه كده بالقريش بحبه البركه بزيت كده. لو عندك زيت زيتون هيبقى ممتاز، وكام طماطمية كده. انا بقى عايزه اقول لكم ان انا عندي رجلي وجعاني جدا، رجلي يعني رجلي كده بسلسله ظهري كده، فتعباني جدا. ربنا يكرمها يا رب بمرات ابني برضو، هي وابني ربنا يسعدهم يا رب ويكرمهم ويرزقهم من حيث لا يدروا ولا يعلموا، ويبارك لهم في أولادهم يا رب. فجابوا لي الرباط دوت بصراحة، فقلت أجربه كده وأقول لكم رأيي فيه بعد إن شاء الله ما أجربه، وأقول لكم إن هو حلو ولا مش حلو. هو أنا جربته لقيته بيبرم كده شوية، لقيته إن هو إيه، ما بيقعدش يعني، مش زي ما بيبقى جايبينه كده. فقلت أنا برضو أشوفه كده، يعني لو ريحني إن شاء الله هقول لكم يا رب ما حد يعني يحتاجه خالص. بس في ناس كده طبعا بتبقى رجليها وجعاه فبيحتاجوا. أنا النهاردة عايزة أقول لكم إن أنا هنقل الركنة دي، وهنقل الأوضة اللي هناك ديت، هجيب السرير هنا. هاجيب السرير هنا، بس إيه، أمّا أعمل الأول هاعمل كده في الأول أكل، وبعدين إيه، هابتدي بقى إن أنا إيه، أشتغل. ييجوا يتغدوا إن شاء الله، وأول ما ينزلوا كدهوّة أنا بقى إيه، أعمل الأوضة ديّة أنقلها. العيال طبعًا بيخلّوا لي تحت الأركان والحاجات دي كلّها، بيخلّوا لي قليمة بقى، وربنا يبارك فيهم يا رب، ويدّي كل مشتاق إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنتِ لو بتشاهدي قناتي إن شاء الله وبتعجبِك، أنا قناتي اللي هي نفحات من مطبخي، فيا ريت يعني تشرفيني وتنوريني. وبس أهم حاجة اللايك، أنتم عارفين إن اللايك دوّة يعني فضلًا كده وليس أمر، بيرفع من القناة، فربنا يبارك لكم يعني والكومنتات الحلوة الجميلة، ربنا يسعدكم يا رب ويسعد الناس الجميلة اللي معايا، ربنا يكرمهم يا رب ويرزقهم من حيث لا يدروا ولا يعلموا إن شاء الله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم قوِّني ولا تقوى علي، اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب
يا رب ما يعني إحنا مش عايزين نقول الكلمة بتاعة اللي هي ربنا ما يحكمناش لحد أبدًا عشان دي بتبقى مش حلوة، فربنا إن شاء الله يا رب كده يرزقنا بكل خير بإذن الله، ويعيننا على الحياة ويعيننا على الوقت ويعين كل اللي معاهم أولاد في المدارس، ربنا يعينهم إن شاء الله. أنا جبت كده كيلو رنجة، فالنهارده قُلت أنا أعمل لهم الأكلة كده ديّة، هُم بقى لمّا جُم حمّروا بطاطس بقى وعاشوا حياتهم، وبعد ما مشيوا على طول أنا ما باحبش أقول قدّامهم أي حاجة، عشان هُم ما بيرضوش، بيفضلوا يقولوا لي ليه ومش ليه، وهتنقلي ليه والكلام ده كلّه، وأنا باحب أنقل، أنا هاعمل إيه؟ يعني أنا باحب النقل جدًا، أحب التغيير إن أنا أشيل الحاجة من مكانها وأحطها في مكان تاني. مش عارفة بقى مين معايا في الموضوع دوّة، يعني أنتم موافقينّي في كده والّا إيه بالضبط؟ هو بيبقى غلط، بس يعني بيبقى بصراحة بتلاقي بلاوي كده تحت الحاجات لمّا أنتِ بتشيليها، يعني أمّا بتشيلي الحاجة كده وبيبقى عندِك أطفال بالذات، فبتبُصّي تلاقي مخبيين لِك كل حاجة من تحت. الرنجة دي طلعت بقى جميلة أوي، اللي هي المبطرخة، اللي هي بيبقى البطروخ بتاعها اللي هو الخشن دوّة، اللي هو بيبقى فيه كده الصغير كده البيض الصغنون ده، بيبقى جميلة جدًا وطالعة تحفة وجميلة جدًا، عجبتهم أوي على فكرة، هُم حمّروا بطاطس علشان الأولاد، بس الأولاد سابوا البطاطس وكلوا الرنجة، بالهنا والشفا يعني، عجبتهم أوي يعني. فأنا قُلت بقى أختصر كدهوّة إن أنا أعمل لهم الطبق ده الحلو واخلّيه لهم على جنب، وهُم بقى ييجوا يعيشوا حياتهم ويعملوا البطاطس والحاجات دي وياكلوا وينزلوا بألف سلامة وأنا أعيش بقى حياتي وإن أنا إيه، أنقل الأوضة، وبرضه مش هاجيبها معاكم، مش هاطوّل عليكم يعني ولا أضايقكم خالص، أنا اللي يعني أنا اللي باعمل في نفسي كده. بس باحب كده والله، باحب جدًا إن أنا أنقل، أغيّر، باحس براحة، وبعدين أنا باتعطّل كمان علشان ابني الجمعة اللي فاتت كان المفروض ييجي يعمل البتاعة اللي في المطبخ ما عملهاش، صاحبه قال له باعمل حاجة يعني لوالدته برضه، فإن شاء الله بإذن الله يعني المرّة الجاية بقى بإذن الله الجمعة الجاية إن شاء الله هيعملها لي، تمام؟ فأنا قُلت بقى أستغل الظروف الوقت دوّة عشان ما أفضلش أفكّر بقى أنا ما عملتهاش وعايزة أعملها ونِفْسي إن أنا أعمل لكم تغيير كده حلو وإن أنا أورّيه لكم، فلأ، فب بالهي نَفْسي في حاجات تانية يعني. بس، فأنا باقطّع بقى هنا كده الطماطم أنا مش عارفة هي وقفت ليه لحد هنا كده، باقطّع بقى طماطم عليها، وباقطّع طبعًا ما تقطّعيش أي خيار ولا أي حاجة، علشان الخيار بيظهر الزفارة بتاعة الحاجة يعني السمك أو الرنجة أو أي حاجة بيظهرها الخيار، فما تحطّيش خيار طبعًا، إحنا مش بنعمل يعني مش بنعمل جبنة. بس كده وطلعت جميلة جدًا وحلوة، وبألف هنا وشفا بقى لكلوها على فكرة أنا يعني أنا باسجّل لكم كده يمكن يعني بعديها بكام يوم كده، يعني فباسجّل لكم الفيديو دوّة علشان أنزّل لكم إن أنا يعني عملت التغيير إيه، بس كان في نفس اليوم. بعديهم ما مشيوا على طول، أنا سهرت بقى في اليوم دوّة وعملت التغيير اللي أنا هاوريه لكم دلوقتي يعني، خلّيه مفاجأة كده. بس أنا عملت بقى بُصّوا أنا شايفة الطبق دلوقتي قدّامي نِفسي اتفتحت تاني، ونِفسي كده إن أنا بس يا خسارة ما عنديش رِنجة. ما عنديش رِنجة بقى إن شاء الله بإذن الله، هانزّل لكم يعني حاجة تانية بس يا رب أنزّلها، علشان إيه، لمّا بيكون الأولاد هنا أنا ما باعرفش أنزّل حاجة خالص يعني، ما باعرفش أصوّر خالص، بيبقوا بقى مهيبرين وكده وأنا بابقى أنا اللي بابقى مهيبرة أكتر منهم يعني. اللي يكتب على الحيطة، واللي يكتب مش عارفة فين، ويا واد ويا بت عارفين بقى، ربنا يخلّي كل الأولاد يا رب، ويا رب، يا رب بإذن الله اوعي تزعلي أبدًا إني مثلًا اتأخرتِ في الحمل، والّا اتأخرتِ إنِّك أنتِ ما جبتيش أطفال لحد دلوقتي ولا الكلام ده كله، والله ربنا ما بينسى خالص وبيرزقِك، ويعني عايزة أقول لِك
إنِّك أنتِ بعد ما ربنا يرزقِك كده وتجيبي أولاد كده، تقولي يا ريتني كنت قعدت بقى شوية كده ومن غير أولاد وكنت اتمتعت كده شوية، لكن هُم بإذن الله إن شاء الله ربنا يرزق كل مشتاق يا رب، يا رب يرزقكم كلكم بإذن الله، كل اللي يتمنى حاجة يا رب ربنا ينولها له. أنا هنا خلاص جِبت بقى الفرشة، كان لسه بالنهار، يعني أنا كده بعد ما خلّصت لهم الطبق ده وخلّيته لهم على جنب كده، قعدت بقى إيه أنضّف كده، وعشان برضه ما أحسّسهمش إن أنا هانقل حاجة والّا أعمل حاجة، فبقيت أعمل حاجة كده وإيه وارجع إيه أستنى بقى لحد ما ياكلوا ويمشوا. بس، فأنا كنت هنا بانفّض الشباك، شايفين التراب قد إيه، عشان دوّة على منور على شارع، المنور على الشارع يعني مفتوح على الشارع. هاشيل بقى ديّة، هاشيل دي كده أهوّة، وأحاول إن أنا إيه، يعني أوقّفها يعني أعملها كده شوية لحد ما إيه، ما أخلّص، وهنا كده نقلتها برّه خلاص كده، وابتدت الدنيا يعني خلاص يعني إحنا كده كنا اتغدّوا والأولاد ونزلوا والكلام ده كلّه، فأنا رُحت بقى إيه، زي ما قُلت لكم استغلّيت الظروف ورُحت على طول جايبة السرير من برّه، بس السرير ده طلّع عينيّا علشان هو بيتفك وكده ولازم يتفك. عايزة أقول لكم دي الستاير اللي أنا باحطها برّه، فالحاجات اللي ما باستعملهاش باحطها تحت السرير وباعملها زي سحّارة كده، زي عشان إيه، يعني المكان، عشان ما بتاخدش مكان. فدي الستاير اللي أنا باغيّرها يعني كل شهر وكده، فباحطها تحت، وباحط الحاجات اللي هي إيه، الشتوي اللي لسه ما إحنا على فكرة الدنيا حَر، فلسه ما صيّفناش يعني. خلاص شايفين بقى بقت جميلة إزاي، على فكرة أنا نايمة دلوقتي فيها، قاعدة فيها وباسجّل لكم. يا رب بس يكون التلاجة والdeep freezer مش مطلّعين صوت فيها. إيه رأيكم بقى برّه، شايفين برّه عاملة إزاي؟ هاروّقها دلوقتي واخلّيها زي الفل، وهانقل الترابيزة دي هنا، وهاعمل رُكنة بقى، هاعمل الرُكنة زي ما كانت الأول خالص. يا رب تعجبكم الطريقة التغيير كده، شوفوا الأقلمة عايزة أقول لكم شباشب، أقلمة، أساتك، فلوس، يعني بتلاقوا كل ما تتمنوه تحت الحاجات دي، ممكن يكون في مرة واحدة بس، يعني يكون مثلًا يوم واحد بس والّا حاجة هُم جُم فيه. خلاص كده حبايبي أنا كده نقلت أهوّة ونضّفت الأوضة وخلّصت، مش عايزة أطوّل عليكم، خلّيكم بقى إن شاء الله بإذن واحد أحد الفيديو الجاي بقى نشوف بقى هنعمل إيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باحبكم في الله وفي رعاية الله حبايبي.